وانا قاعد النهارده بدور عن كيفيه غسيل الهموم او غسيل الهدوم. افتكرت انه سنة 1920 الحكومة الأمريكية أصدرت قرار بمنع بيع الخمور إطلاقا في الولايات المتحدة، وأصدرت قانون إن الإتجار في الكحوليات أصبحت جريمة بيعاقب عليها القانون، ده لأسباب كتير جدا، أهمها إن انتشار الكحوليات بطريقة كبيرة جدا اتسبب في حدوث مشاكل زوجية، بالإضافة لتدمير الصحة، وبالإضافة كمان ارتبطت بانتشار الفساد السياسي. هنا يظهر لنا بقى شخصية واحد اسمه ألفونسو كابوني، اللي هو تم شهرة هذا الرجل بعد كده باسم آل كابوني. الراجل ده نقدر نعتبره يا جماعة إن هو اللي اخترع السوق السوداء، ابتدى يشتغل هنا في تهريب الكحوليات والخمرة للولايات المتحدة بالكامل، وعمل من ورا الثروة دي مليارات الدولارات. لكن مشكلته الكبيرة هنا كانت مع الحكومة لما تسأله من أين لك هذا؟ يقال إن الراجل هنا اتبع طريقة مميزة جدا، إنه اشترى عدد كبير جدا من مغاسل الملابس اللي موجودة في الولايات المتحدة، ابتدى يدخل فيها الفلوس بتاعة التجارة المحرمة اللي هو بيتاجرها، كل شوية يطلع جزء منهم على اعتبار إن هم إيرادات المغاسل بتاعته، ومن هنا جه لفظ كلمة غسيل الأموال. المشهور أكتر بقى إن الغسالات اللي كانت عند الراجل ده كان مكتوب عليها جملة كده باستمرار، وهي الأستاذ بيقدم محتوى ممتاز.